السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ففي هذا الفيديو ما هو إلا تكميل الفيديو السابقة. ففي هذا الفيديو هذا إن شاء الله نوريكم المحاضر وورقة الإحصاء كيفاش تكون، وزيادة على ذلك نوريكم حتى الأظرفة اللي كيتحطوا فيهم هاد المحاضر والوثائق. فبعد عملية الفرز فهذوك اللي تيقوموا بالإحصاء كتكون عندهم نموذج لهاد الورقة ديال الإحصاء هذه. فالصفحة الأولى يعني فيها معلومات بسيطة، مكتب التصويت ويعني اسماء الفاحصين، وهنايا فين تيكونوا هاد الجداول فكيكون يعني هاد الجدول هذا كاينين ربعه في صفحه و4 صفحه، يعني الطوطال غادي يكونوا 16 البلاصه ديال الحزب فين غادي نكتبها. فغادي نوريكم واحد المثال مملوء ديالو. هذا مثال مملوء ديال ورقه احصاء الاصوات، وهادو هما الخانات اللي بغيت نوضح لكم. انا غادي نزوم شويه باش يبان لكم. فانا كاين اسم الوكيل وكنكتبوا ديال لائحه الترشيح وكنكتبوا، وراه الخانه ديالو واضحه، ما خصهاش تدخل لي مع الخانه ديال الاخر. المهم كتكون الورقه اللي غتعطيكم هذا العام غادي يكونوا فيها يعني 16 في الطوطال، يعني تقدر تكتبهم في ورقه واحده. والان غادي ننتقلوا للمحاضر، يعني الاربعه كيفاش دايره وكيفاش غادي نملؤوها. نبداو بالمحضر الاول اللي هو محضر خاص بانتخاب اعضاء مجلس النواب، ولهذا يعني الدائره الانتخابيه المحليه يعني تشريعي محلي. وكاين المحضر الثاني اللي هو خاص يعني بالتشريعي الجهوي، وهذا كامل داخل انتخاب اعضاء مجلس النواب. ودابا ننتقلوا للثالث اللي هو محضر خاص بانتخاب اعضاء مجالس الجهات، والاخر اللي هو محضر خاص بانتخاب اعضاء المجالس الجماعيه، اللي هما عندي يعني 4 المحاضر. هذا مثال مملوء بالنسبه يعني هذا محضر خاص يعني مجلس النواب ويعني تشريعي محلي. فهنا كنعمر معلومات بسيطه يعني الاعضاء والرئيس وهذا، والملاحظات اللي تحت اللي كانت شي ملاحظه كنكتبها ما كانش فكندير لا شيء. والصفحه الثانيه والثالثه فيها امضاءات، يعني الرئيس المكتب كيكتب الاسم ديالو. وفي الصفحه الثانيه كندير الاحصاءات اللي لقيت يعني خاصه يعني في التشريعي محلي مجلس النواب، وهذا كيتسمى محضر واحد. وكنقاد منه يعني 3 ديال النسخ، يعني 3 كان يعني اعداد 3 نظائر من محضر يعني موقعين 3 من هاد النظائر هادو. ويعني كما قلت لكم قبيله عندي 4 المحاضر اللي كنقاد منها كل وحده 3، يعني 3 في 4 اللي هي 12، يعني هذا يكون عندي في الطوطال يعني 12 المحضر. لما كنقاد يعني المحاضر ديالي واللي كتكون قيه ما فيهاش تشطيب ولا شي حاجه، يعني كتكون مقاده. فكيجي الان يعني المرحله المواليه، وانني نوضع دوك المحاضر ودوك اللوائح اللي عندي في يعني في هاد الاظرفه هذا. فكاين 2 الاظرفه كبار كيمشيو لرئيس المكتب المركزي، كل ظرف كبير فيه 2 ديال الاظرفه صغيره. يعني دوك 2 الاظرفه الكبار واحد خاص باعضاء مجلس النواب والاخر خاص يعني بالجماعات وبالجهه. نشوفوا الاول هذا يعني الخاص باعضاء مجلس النواب اللي فيه 2 ديال الظرفين صغيرين، فيه الاوراق الغير قانونيه كنديرها هنا، والاوراق الملغاه والمنازع فيها فكنديرهم في هذا وكندخلهم بجوج في هذا. وهادو كلهم قلنا كيمشيو لرئيس المكتب المركزي. الظرف الثاني اللي كيمشي ليه حتى هو. فوالا هو هذا. انا درت لكم هنا انجيمات، فيعني شنو تيكون فيه. فكذلك فهو ايضا فيه يعني الاوراق الغير قانونيه والاوراق الملغاه والمنازع فيها، يعني هذا الظرف الثاني الخاص بالجماعات والمجالس الجهويه. فمن بعد ما كنتوجه يعني للمكتب المركزي، فيقوم رئيس المكتب المركزي بتجميع النتائج المضمنه في محاضر مكاتب التصويت التابعه له بخصوص كل دائره انتخابيه على حده في محضر المكتب المركزي. كذلك يعني يحرر كاتب المكتب المركزي 3 نظائر من كل محضر. وهذا الشيء علاش قلت لكم يعني غادي تكتبوا 12 محضر غادي يكونوا مقدم باش تسهلوا يعني الامور. فمن بعد ما كنمشي عنده كيكونوا دائما هذوك المحاضر، فكما قلت لكم عندي 12 محضر، وكل 3 يعني كل 3 غادي يكونوا يعني مثلا مجلس النواب الدائره الانتخابيه المحليه غادي يمشيو ليه 3، يعني كذلك عشان مجلس النواب الدائره الانتخابيه الجهويه حتى هي غيمشيو لها 3، وفي الجماعات غيمشيو لها 3، وفي الجهه غادي يمشيو لها 3، يعني في التوتال غادي يكونوا عندي 12 محضر. غنشوفوا الاول خاص نبقاو هنايا في اعضاء مجلس النواب الدائره الانتخابيه او تشريعي محلي. فغادي يكونوا فيه 3 الاظرفه. الظرف الاول اللي غادي يمشي مقر مكتب التصويت، الظرف الثاني شوفوا مقرا معايا الوسط الى السيد رئيس لجنه الاحصاء، والظرف الثالث رئيس المحكمه الابتدائيه. يعني في التشريع المحلي غادي يكون عندي 3 ديال الاظرفه، واحد غادي يمشي للمحكمه، وواحد غادي يمشي لجنه الاحصاء، وواحد غادي يمشي كيبقى يعني محفوظ في مقر مكتب التصويت. وكذلك نفس العمليه في الدائره الانتخابيه التشريعيه الجهويه، يعني التشريعيه الجهوي حتى هي كذلك محضر ويعني مكتب المركزي واللوائح الناخبين حتى هو كذلك يمشي لمقر مكتب التصويت، والثاني غيمشي للجنه الاحصاء، والثالث غيمشي للمحكمه الابتدائيه. فكذلك عاوتاني يعني بمجلس الجهه غادي نقاد هذا الظرف هذا، واحد غادي يمشي يعني مقر مكتب التصويت كذلك يعني لجنه الاحصاء، والثالث غادي يمشي للمحكمه الابتدائيه. كذلك الامر بالنسبه للدائره الانتخابيه الجماعيه،
يعني 3 الأظرفة، كذلك واحد يمشي لمقر مكتب التصويت، والثاني لجنة الإحصاء، والثالث غادي يمشي للمحكمة الابتدائية. وهذا في هذا الفيديو هذا ممكن تسكرينيوه اولا تيليشارجيوه باش انه يفيدكم يعني في النهار ديال الانتخابات. واللي عنده شي تساؤل فمرحبا به، فنتمنى نكون يعني وضحت لكم شويه شنو كاين. واللي عنده شي تساؤل مرحبا يكتبوا، فتقريبا كنجاوب على جميع الاسئله. واسال الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.